أنا حقيقة أنا بنية. ليش وصلنا لهالمرحلة؟ أنا قبل كان عمري 10 سنوات، كنت بالمظاهرات، كان قصتي ولادية بس طبيعي يصيحوا لي رقية وهاي قدام العالم. زين بعدين كانوا قبل يصيحوا لي رقية وطلعت وطبيت، فاجى علي واحد. يعني انت كلها تعرفك انت بنية بالناصرية؟ كلها. اي. فاجى علي واحد. اقاطعك، فيديوهات عندك وايد منتشرة ان انت رقية عادي يعني. انا ادريك ما بضوج من هالموضوع، واحنا كنا ندري ان انت بنية. بس انت اتذكر حتى اول مرة قلت لي لا تقول انه انا كنت ادري بنية، بس لا تقول. اريد اعرف هاي القصة، انا اعرفها بس هم يريدون يعرفون. اجى ولد صديقي رأسة قال لي لقيت طشة جديدة ببرنامج ما ادري كانوا يسمونه، فقال انت سوي روحك ولد واسمك عباس. وهو يسوي روحه بنية؟ هو ما دخل بس انا صور. فورا فترة شفت انه اسمي انتشر وعالم قامت تعرفني واي كلش. يعني لا افهم من يمك انه صديقك هو صاحب الفكرة، ما اذكر اسمه، انا عارفه. لا ما راح نذكر اسمه. فهو صاحب الفكرة على مود مشاهدات. وانتم شفتوا اطفال يعني عمرك 10 سنين، وهو اللي عرفته هو من صغير. يعني اكبر منك 12 سنة. اي يعني اصغر، كان اكبر مني بسنتين يعني. فانتوا اتفقتوا على تطلعون طشة كلها على مود الشهرة، يعني انتم تسارون هيك غير؟ يوم كنا صغار ما نفتهم. زين ورا شنو صار؟ وراها شفت اسمي معروف انه انا عرفت انتشرت فيديوهاتك كل شوي بالمظاهرات. كل شوي انتشرت فيديوهاتي، عالم عرفتني اوكي. بس تندمت لان عالم عرفتني باسم ولد.